بعد الاداء السيء اللي اظهروه لعيبه الاهلي امبارح قدام الداخليه والتعادل 1-1، والداخليه بتلعب ب 10 لعيبه بس ناقصه واحد، وقدروا ان هم يتعادلوا، وكمان كانوا يقدروا ان هم يسجلوا الثاني والثالث لولا ستر ربنا، والحمد لله انها عدت على كده. إدارة الأهلي بتفرض عقوبات مالية كبيرة قوي على لعيبة الأهلي بسبب التهاون والاستهتار امبارح والأداء السيء اللي قدموه قصاد الداخلية، خاصة إن إحنا دلوقتي بقينا في موقف وحش جدا في دوري أبطال إفريقيا، وعندنا ماتش مهم جدا يوم السبت إن شاء الله مع القطن الكاميروني في استاد السلام، ولازم الأهلي يكسب الماتش ده بأي طريقة عشان يضمن إن هو ممكن يصعد إن شاء الله من دور المجموعات دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة إن إحنا عندنا منافسين شرسين جدا وهو صن داونز الهلال السوداني اللي موروش الا التحفيل علينا رايح جاي. حتى امبارح بعد الهزيمه، بعد التعادل امبارح مع الداخليه، طلعوا حفلوا علينا وقالوا ان الاهلي بينزل من مستوى اسوأ للاسوأ، مفيش اي كمان تقدم في اداء الاهلي، وان احنا سهل جدا ان احنا ان شاء الله هنكسبه في القاهره. فانا عايز اقول بس لعيبه الاهلي ان الاول لازم تبقوا رجاله وتبقوا عارفين التيشيرت اللي انتوا لابسينه